كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بلاغ رسمي عن طريقة اختيار الأندية التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستعرف مشاركة 32 ناديا لأول مرة. وحسب نفس البلاغ فإن الوداد الرياضي يضمن مشاركته رسميا في موندياليتو 2025 بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2022، حيث أورد المصدر أن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية بينهم الاتحاد الإفريقي تحدد مقاعدهم بهوية المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخ من 2021 حتى 2024. وبات كل من الوداد والأهلي أول ناديين يضمنان بمشاركتهما في كأس العالم للأندية 2025 بصفتهما بطلي دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين، بانتظار هوية المتوجين بلقبي نسختي 2023 و2024. وجاء تقسيم ال 32 ناديا الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي: 12 فريقا من أوروبا، 6 أندية من أمريكا الجنوبية، 4 أندية من أمريكا الشمالية، 4 أندية من آسيا، 4 أندية من إفريقيا، ناد واحد من أوقيانوسيا، وناد واحد من البلد المضيف.